السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا أحبائي حبيباتي مرة أخرى في فيديو جديد. وكما وعدتكم في الفيديو الأخير ملي كنت لحت في القناة ديالي عالم حواء المتنوع، أبقار الموبيليار. هاد الأبقار الموبيليار السلالة الجيدة الممتازة اللي كتعطي واحد الكمية هائلة ديال الحليب وكذلك اللحوم من الدرجة الأولى. هنا هاد البقر هادم وهاد الحليب دابا اللي كيتحلب من هاد البقيره هادي. كنت وعدتكم غنصايب منه واحد الرايب بلدي، هو هذا. عندي هنايا هاد الحليب هذا ديال هاد البقر الموبيليار، النوع الجيد، الحليب طبيعي 100% بدون زياده ولا نقصان. غادي نصايب معكم رايب بلدي ما كيتباع لا في المحلبات لا في المتاجر لا حتى في شي بلاصه، من غير الناس اللي عندهم البقر والدين وكيحلبوا وعندهم يعني هذا الحليب هذا. وكنعني الحليب ديال البقر طبيعي 100%، ما فيه لا مواد كيماويه ولا المزايد ولا شي حوايج اخرين الله اعلم شنو هي. لان ولينا كنعيشوا في عصر الغش والنفاق في جميع المواد تقريبا. لا أعمم ولكن البعض يعني لا يهمه صحة الآخرين، كل ما يهمه الأرباح فقط. وهنا غادي ندوز معكم طريقة التحضير ديال هاد الرايب بلدي. هاد الرايب بلدي راه معروف عند الناس اللي في البوادي اللي عندهم البقر والدين وعندهم الحليب كيتوفروا على هاد الحليب. راه هو اللي كيخرجوا منه اللبن والزبده في الوقت اللي كيريب، يعني كيمخدوه في داك الشكوى او باي طريقه، يعني كيستخرجوا منه اللبن والزبده بلديه. هنا عندي طنجره ديال الضغط، وانتم لكم كامل الاختيار. الناس اللي في البوادي تقريبا كيديروا غير في داك الطويجنات ولا في داك الانيات ديال الطين، وكيجي فيها الرايب زوين بزاف بزاف ما تشبعش منه. واي انيه سواء طنجره او انيه ديال الطين ضروري ما تدفيوها فوق النار قياس تحاديها وما تحرقكش في يدك، باش نديرو فيها داك الحليب وهي دافيه، وكنسدو عليها ونغطيوها ونحطوها في شي مكان دافئ، بالخصوص ملي كيكون البرد. وقت البرد هاد الحليب هذا باش يولي رايب كيتطلب منا واحد الوقت. هاد الوقت تقريبا 3 ايام حتى 4 ايام الى لقى البليصه دافيه ومكمد مزيان بشي مليطه سخونه. انا غادي نصايبو في هاد الكوكوت هادي او الطنجره ديال الضغط، لان عندها هذيك الغطايه ديالها، وغادي نسد عليها مزيان وغادي نغطيها ونحطها في واحد المكان دافي، باش يريب ليا الرايب ديالي ويجي زوين كما بغيتو انايا. وهاد الطريقة هادي أنا ماشي جبتها من راسي أو جبتها من فراغ، هي طريقة فعلا ديال الناس موثوق منهم، ناس البوادي، يعني 100% طريقة ناجحة للري بلدي طبيعي بدون إضافيات أو مواد كيماوية. هنا ملي سخنت هاد الطنجرة ديالي غادي دفيتها شوية، وغادي نكب فيها هاد الحليب هذا من بعد ما صفيته. الحليب راه بارد ماشي غليته او شي حاجه. من البقره للطنجره، الطنجره اللي قلت لكم انني دفيتها فوق النار غير شويه ماشي تتحمى. صافي دابا غادي نسد على الطنجره وغادي نغطيها مزيان ونحطها في شي بلاصه دافيه، اولا كان الفران يلا طيبنا فيه يعني وبقات داك السخونيه ديال الفران كنديروها في الفران باش تحافظ على داك الحراره. وبقاو معايا الى حين نشوفوا الرايب ديالنا كيفاش جا. انا من بعد ما داز تقريبا واحد 3 ايام ولا 4 ايام، لان الحال بارد ماشي بحال الصيف. هذا الرايب هذا كيبغي الدفا، كيبغي البليصه تكون سخونه والجو سخون باش دغيا كيريب وكيجي رايب زوين بزاف بزاف بزاف. ها نتوما كتشوفوا كيفاش جا. انا كنميل الطنجره وكوكو كيتقطع داك الجلاله الفوقانيه ديال الزبده،
كاين ناس اللي كيحيدوها وكيحطوها في شي بلايصه يخزنوها، يعني حتى كيديروا بها شي مأكولات اخرى. انا كتعجبني كنتبقى في الرايب هكا، كتعجبني يعني كتجي بنينه بزاف، كتزينو كتعطي واحد المذاق بحال اللي كما كنقولوا القشطه الطريه. شوفوا الرايب كيفاش عاقد وطبيعي منزلي 100%. حتى لاكليه الانسان كيحس بواحد الاطمئنان على صحته، ما فيه والو غير الحليب، طنجره والرايب واجد. شوفوا تبارك الله ما شاء الله، جا زوين كله طروفه، وكتحس به انه والله ما شهيتكم فيه المذاق اللي كيكون في هذا الرايب هذا البلدي الطبيعي، اللي ما فيه لا سكر لا حتى شي ماده حافظه، يعني الحليب ديال البقار 100% طبيعي. هاد الرايب هذا هو اللي كنديروا به اللبن، وداك اللبن كنخرجوا منه الزبده بلديه، يعني كيتوظف على 3 المراحل. تقدر تشربوا رايب، تقدر تمخضوا وترجعوا اللبن. عرفتي اللبن هاد الحليب هذا كيفاش كيجي ما شاء الله ما شاء الله، يعني واحد اللبن وكأنه رايب نيت، راه خاطر زوين بزاف، بالاضافه للزبده بلديه. الزبده بلديه ديال هاد الحليب هذا كتطلع رائعه رائعه، كتحس بصح فيها المذاق ديال الحليب. الزبده بلديه زوينه بزاف، وصراحه ما كاينش بحال الناس ديال بكري والناس ديال البوادي، ما شاء الله اللهم بارك وزيدهم من نعيم الله يا رب العالمين، ورزقهم الخيرات والشتاء باش يجي العام زوين ان شاء الله، ويفرحوا بالمنتوجات ديالهم سواء الأراضي أو الماشية تلقى مترعى. الله يرحمنا والله يرحم جميع خوتنا المسلمين يا ربي آمين. هنا وصلت لنهاية الفيديو، ما بقى ليا إلا نقول لكم أحبائي كما العادة ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد من عالم حواء المتنوع. انتم عارفين المجهودات اللي كنقوموا بها والوقت اللي كنعطيو لهاد القناة باش يوصلكم الجديد والمفيد. لهذا احبائي ما تبخلوش عليا بالاشتراك واللايك لي كومونتير اللي كتحفزني وكتفرحني وكتخليني نزيد القدام. وصلت لنهاية الفيديو، ما بقى ليا الا نقول لكم بالسلامة عليكم، الى اللقاء في فيديو جديد اخر ان شاء الله.